ازيك يا حب؟ كيف الاخبار؟ مفيش ايديت كتير بس عشان الاوغاد مش علينا. انا كاتب لكم حاجات جميله وعامل لكم حاجات خطيره. اولا يا حب انت وحشني موت موت موت. ننزل بس اللايتنج اللي هو عباره عن نور بتاعه كشاف. بدايات احنا بس انا والله ده اول تسجيل، انا ما اعرفش حتى بصور عدل ولا لا. بس ايه، ربنا يجيب اللي فيه الخير. يعني تغير الكثير في الفترة اللي فاتت، والفيديو ده عبارة عن ازاي تجدد العقلية بتاعتك، اللي انت ترجع للعادات الكويسة اللي انت كنت بتعملها. تمام؟ فالمفروض ايه اللي يحصل؟ عنوان الفيديو ده انت ليه رجعت لحياتك المخرية. وفعلا حياتي كانت عبارة عن كتلة كبيرة من الشت فوق دماغي قد كده اهو، وما كنتش عارف اطلع منها. ليه؟ كان في حاجات خارجة عن ارادتي، وانا بتكلم عن ان هو اصلا ما ينفعش يكون في حاجات كتير خارجه عن ارادتي وانا بعمل اللي انا بعمله. ازاي هفهمك؟ انا دلوقتي المفروض قياده، معلش شئنا ما باينه، انا تحت ناس مصدقه ومؤمنه بالرساله اللي انا بقدمها، وفي حاجات كتيره محتاجه تتظبط عن نفسي انا شخصيتي. فانا ما ينفعش اكون بقول لك انزل الجيم وانا مش قادر انزل، مش ينفع اقول لك اقرا قران وانا ما بقراش الورد بتاعي، مش ينفع اقول لك كذا كذا الى اخره يعني. تمام؟ ف كنت نزلت فيديو اللي هو كان متصور بالفيس كام والكاميرا السيلفي، وكان حاجه عبيطه كده. بس المحتوى اللي كان فيه قريب من المحتوى اللي هقوله النهارده. تمام؟ والكلام بالصراحه اللي في المره اللي فاتت كان من القلب قوي، انا مش كاتب غير شويه نقط بس عن الحاجات اللي مريت بيها، وازاي عملت يعني ايه ريمونتادا كده وجيت لكم تاني. وان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد ممكن يحصل كده تاني، عشان انا لسه لي سنه في الكليه، ولسه لي سنه امتحانات وسنه تدريبات وسنه كورسات، حاجات تبع التخصص المجال اللي انا دخلت فيه، ومحتاج اخلص الحاجات دي. يعني الحاجات دي كلها محتاجه تخلص، يعني ايه، نجيب تقديرات كويسه فيها ونبذل مجهود كويس فيها. فمش هعرف ان انا ابذل مجهود كبير قوي في القناه الفتره دي. نفسي ان انا اعمل لكم حاجه كويسه، نفسي ان انا اعمل حاجه الناس تفتكرني بيها لما اموت. الاول حياتي كان شكلها عامل ازاي قبل ما كل ده يحصل؟ قبل ما ارجع للبورن، قبل ما ابطل انزل الجيم، قبل ما اكل زي الحيوان، قبل الصلاه ذات نفسها بدات اقطع فيها. لو خلاص انا كنت بصلي الفرض وحتى الفجر كنت بنزل له، بصحى له وبصحى اعمل كده وبنزل اصلي وبديني زي الفل، وبرجع من الصلاه اشتغل بالساعتين ثلاثه على حاجه انا نفسي اعملها، وبشتغل شغل للناس تانية، شغل للناس عملاء عشان اجيب منها فلوس، عشان اجيب اللبن اللي انا جبته الحمد لله. ولسه في جزء منه ما تسددش ثمنه كمان. بس انا حرفيا بعمل حاجات كويسه، حرفيا بعمل كل حاجه كويسه نفسي اعملها. وعلاقاتي اتحسنت مع اغلب الناس اللي حواليا، والناس اللي كانت علاقاتي معاها وحشه حسنتها، والناس اللي كانت عندي واخد عني فكره غلط جدا حسنتها. لسه طبعا عندي اعداء، وتكون لي اعداء جداد مع الحاجات اللي انا عملتها. يعني ناس كنتش عمري اتخيل اصلا ان هم يكونوا لي الكراهيه او العدوانيه. اكتشفت ان في ناس من جواها فعلا وحش قوي قوي. انا كنت بسمع الكلام ده في المهرجانات وكده، بس مش كنت مصدقه، وكنت مفكر انهم عايشين دور الضحيه. وممكن انا معيش نفس دور الضحيه برضو، ما اكدبش عليك، بس دي حاجه انا واجهتها يعني بشكل شخصي يعني. ناس غريبه كوكب مجنون اللي احنا قاعدين فيه. اللي حصل بعد الفتره دي، ان انا جات لي عليا فتره امتحانات تاني غير الفيديو اللي كنت بتكلم فيه قبل كده، واتفشخت تاني. الفكره ان انا في فتره الامتحانات انا الفتره اللي قبلها ما بذاكرش كويس وما بحضرش اصلا محاضرات كتير. تمام؟ ومع ذلك انا بشتغل لناس. اصل انا بص، انا عندي شغل بصحى له، انا ماليش دعوه بالكليه دلوقتي، انا عندي شغل انا بجد بصحى له، بطبق بالثمان ساعات، من والله ساعات توصل 12 ساعه قاعده مكفى على الكمبيوتر، بعمل حاجات، بظبط في حاجات، بفاين تيون كده زي ما بنقول، وفي الاخر بسلم الشغل على اخر لحظه، ويمكن متاخر كمان وبيتخصم. ده الشغل اللي انا بعمله عشان اجيب قرشين على جنب ليا اعمل بيهم اللي انا عايزه. يعني اقول لك على حاجه، مثال، انا دلوقتي بصور على حاجه عقيمه جدا، بس انا عاوز اجيب ستاند مش عارف ولا الحاج وهات مش عارف ايه، انا ما ينفعش، ما عادش ينفع ان انا اقول كده. شايف الطول ده يا ابني؟ شايف الطول؟ انا قصير على فكره برضه، مش طويل قوي، بس ما ينفعش باي شكل من الاشكال اقول لوالدي هات لي حاجه، اعمل لي حاجه على حسابك، فاهم؟ ومع ذلك هو اللي بيدفع مصاريف الكليه، ودي حاجه انا مش راضي عنها لغايه دلوقتي. فاحنا عايزين نخلص الليله دي بدري بدري. مش انا عايز الاعتماديه. انا قعدت فتره على فكره
للي ما يعرفش القصه دي، انا قاعد فتره قاعد لوحدي في سكن بايجاري، وسكن اكل وشرب ومواصلات والايجار وكل حاجه انا اللي بدفعها، تمام، ومن جيبي. كنت بجيب بروتين، وكنت بجيب مصادر بروتين، فراخ ولحمه وشوفان وكل من ده، باكله لوحدي وبجيب كل حاجه بتاعتي. كانت حريه بنت كلب، اجواء فظيعه، اقسم بالله ما فيش متعه عملتها في حياتي اكتر من كده. وادعي لك يا رب لو انت بتحاول في حاجه بيزنس ولا حاجه توصل للمرحله دي بدري بدري، عشان انت بالفعل لو حاسس ان انت مضغوط ومضطهد في بيتك، مش عارف تعمل اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت مش عايز تعمل حاجه غلط، تمام، هتنبسط قوي قوي بالفتره دي. وهتنبسط برضه لو عايز تعمل حاجه غلط، ما اكدبش عليك، بس كل واحد واهدافه، فاهم يعني. انا عايز يعني اجيب بنات وكده، الدنيا هتبقى ايزي يعني. بس الحمد لله ما. بص هقول لك ان انا اقول لك على حاجه، حوار البنات ده خليه بعدين، بس ايه، كنسل السكه دي دلوقتي. فبعد الليله الجميله دي الجيم اتكنسل عشان جات لي امتحانات، فعطلت الجيم شويه ركنته. طيب، فبدات انزل بدل بخمس مرات من الاسبوع، بدات انزل مرتين، مره وقطعت. ماشي ماشي، هنعوضها في حاجة تانية. الورد اتقطع عشان انت الصفحة الربع ساعة اللي انت هتقرا فيها الورد بتاعك ممكن تعطلك اللي انت تخلص السؤالين اللي انت تروح تحلهم، تبصمجهم وتحلهم بكرة، ممكن تبصمجهم في اي حتة في اي وقت يعني. بس لا، انت كنت بتاخدها حاجة عشان ما تعملش حاجة زيادة صعبة عليك. انا بالنسبه لي كنت بستمتع بالورد، وكنت بستمتع بالجيم، وكنت بستمتع بكل حاجه، بس زي ما بقول لك لو في حمل اضافي عليك، انا مش بتكلم على حاجه معينه زي الكليه، انت اي حاجه زياده عليك هتتعب اكتر. لو حاجه بتسبب لك ضغط واذى، الدراسه بتاع اي زفت، والشغل كنسلت معظمه، عشان انا لو هشتغل على حاجه 8 ساعات زي ما قلت لك مش هلحق اذاكر، فاجلت اللي ينفع اتاجل، وكنسلت اللي اقدر اكنسله. وخسرت كتير جدا الفتره دي في الفلوس يعني. وفي حاجات بدات اعتمد فيها تاني على الوالد، وده سبب لي اذى نفسي اكبر من الاول، تمام، عشان الاول ما كنتش حاسس بطعمها يعني. عارف انت لو كنت محبوس، مولود محبوس بس خدت حريتك، رجعت اتحبست تاني، ده احساس اسوأ بكتير من الحبسه الاولانيه، فاهمني. فالموضوع كان صعب، الموضوع انا كانت من اسوأ الفترات اللي فاتت دي. انا مبسوط ان انا بعدي على فترات وحشه عامه، بس دي طبعا حاجه كويسه، بتزود في الحكمه وبتزود في الاكسبيرينس بتاعتك بتاعت الحياه بشكل عام، وبتنبسط في الاخر باللي انت عديت بمرحله زي دي، بعد ان شاء الله لما توصل لحاجه اكبر من كده. فانا مبسوط بالفتره اللي فاتت، بس وقتها انا كنت مفشوخ، انا ما كنتش شايف قدامي، كنت كل العادات الوحشه اللي كنت بعملها، حتى التدخين وحتى البورن وحتى كله، رجعت له تاني. والحاجات دي انا اصلا خلاص عديت الدنيا دي يا جدعان، يعني يا جدعان انا عديت المراحل دي كلها، انا ليه برجع لهم تاني؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ والله العظيم بتكلم بجد. الحمد لله، الحمد لله. الطاقه اللي فيا دي اللي انا بكلمك فيها دلوقتي تقريبا ده تالت يوم منها. يعني الطاقه اللي انا بكلمك فيها دي انا كنت كل يوم كده تعبان، عشان انا فكره انا مخلص امتحانات من يومين بالظبط، فاهم ازاي؟ فكل حاجه رجعت تمام تاني. طبعا دي مش حجه، انا كنت بتمرقع، انا كنت علق، بس عشان تبقى في الصوره دي مش حجه ان انا كان عليا ضغط نفسي فاروح مكنسل كل حاجه حلوه انا بعملها، مكنسل حياتي كلها، دي مش رجوله، فاهم. فانا اتعولقت الفتره اللي فاتت، ده اعتراف رسمي مني يعني. واليوتيوب طبعا زي ما انت شايف يعني، انت شايف اليوتيوب كان عامل ازاي، ما بقالي بتاع 4 شهور ما بنزلش، ولا اكتر من 4 شهور كمان يعني. بالمناسبه كان في 3 فيديوهات عايز انزلهم، بس بسبب الفتره دي برضو مسحتهم، مش حسيتهم. انت هرموناتك بتبقى راكباك يا اسطى لما بتعمل حاجات وحشه، الهرمونات بتبقى راكبه تفكيرك، الافكار السلبيه على طول في دماغك، ما بتعرفش تفكر في حاجه منتجه. مش عارف تفهمها ازاي، بس عارف انت لما تكون في ثانوي وفي حاجه قوي بتحبها يعني، لو تفتكر ايام ثالثه ثانوي، او لو انت في ثالثه دلوقتي، في حاجات كنت بتحس بطعمها يا اسطى، كان في حياه بتتعاش كده، فاهم. كل ده مش موجود بالظبط، هي حاجه زي كده، بس ضغط نفسي بقى اي حاجه تانية. فكان في 3 فيديوهات اتصوروا وتكنسلوا الفتره دي يعني. وغير كده حاجه مهمه جدا، حسيت اني منافق. انا حسيت اني منافق ان انا هنزل فيديو اقول لك ازاي تحسن من حياتك وانا حياتي زي الخرا فاهم حاجه. فما رضيتش اعمل فيديوهات بسبب حاجه زي كده، عشان ده سبب رئيسي اصلا، ده اللي عطلني. انا ازاي انزل لك فيديو اقول لك ازاي تطور من نفسك، ازاي تطور من اكلك، وانا كنت باكل هوهوس كل يوم فكنت باكل حاجات عبيطه فشخ يعني، وكنت مفيش تحكم، نو كنترول، وساب نفسي كده للحياه ماشي مع البقر. فحرام يعني. أنا باحترام للبقر يعني. هنوصل لمضمون الفيديو اللي هو بطلت مرقعه ازاي، ازاي رجعت. انا حاسس ان انا رجعت احسن من الاول.
تمرينة الجيم بالنسبة لي أنا ما كنتش بقالي فترة ما بخلصش التمرين مهما حصل. كنت لازم أسيب، يعني بص، اللي هم 4 مجموعات بسيب مجموعة، لازم أسيب مجموعة كل تمرينة، ده حتى قبل الكلية. فمش عارف كان إيه اللي بيحصل معايا، بس النوم ما كانش متظبط، وكنت بشرب قهوة كتير، وكان ضغط شغل كتير عشان كنت محتاج أجيب لاب القديم اللي كان شايل القناة اللي وصلت بيه 1500 الحمد لله. مات مات بقى يعني بقى بيجيب شاشة سوداء، كل ما اشتغل عليه كل ما اعمل حاجة بقى بيجيب شاشة سوداء. فحاجته صعبه يعني. فالفتره اللي فاتت انا كنت بروح الجيم كويس وكنت منتظم. والفتره اللي فاتت دي اللي هم مش كملوا 5 ايام بس قبلها، عشان كنت عارف ان انا اخلص امتحانات. ففي فتره الامتحانات في عزها في الاسبوع بتاع الامتحانات، هو كان شهر بس اخر اسبوع كنت بعمل ايه؟ حملت حاجه بتراك كده وبتديني زي ستريك، هابت تراكر كده، يعني بتشيك على العادات اللي انت عاملها، المفروض تعمل كذا كذا كذا، وبتزود لك تلقائي بعد اسبوع او اسبوعين. يعني انا مثلا كتبت 25 ضغط و25 سيت اب اللي هم بطن، و25 او 50 سكواد، و10 دقائق ايه نط حبل او جامبنج جاكس. الحاجات دي كنت بعملها كل يوم. تمام. والصلاه انا الحمد لله الحمد لله ولله الحمد، ربنا قعدني مع ناس اللي كنت قاعد غيرت السكن طبعا، ما عادش معايا ايجار ادفع فلوس. فالناس اللي كنت قاعد معاها بيصلوا وعارفين ربنا يعني، ولو حد ايه لو كسلت بيشتموا فيا وكده يعني. طبعا لما تستقبل مستاهل يتهزى يعني. تمام. تمام. حلو والله الستايل اللي انا امسك تليفون والتليفون بسجل كده. انتوا قولوا لي ايه رايكم يعني، لو الدنيا تمام هنقعد فتره على كده. بس طبعا بيتهيألي الصوت مش كويس، انا هحاول اظبط الموضوع ده في المونتاج عامه. السر اللي تظبط بيه حياتك ايه هو؟ واحد، اعمل عادة واحدة تعملها كل يوم، ابدأ بيها. هتعملها لمدة 3 أيام بالظبط. في اليوم الثالث هتلاقي نفسك ميت. لقيت نفسك ميت، ما تقللهاش، كملها مهما حصل لمدة أسبوع. مدة أسبوع كمل ال7 أيام على العادة البسيطة دي. ممكن تكون ببساطة اللي أنت تعمل 10 ضغط. تمام. ممكن تكون ببساطة اللي أنت تصلي ال5 فروض لو أنت ما بتصليش ال5 فروض، أو تجمعهم عادي، مش لازم توصل لهم في وقتهم في الحاله اللي انت فيها دلوقتي. تمام. ممكن تكون ببساطه اللي انت، اصل شوف انت بتعمل ايه. اصل انا مثلا انا متعود على الصلاه، عودت نفسي على الصلاه الحمد لله من سن صغير، ربنا نعم عليا بكده. تمام. فبالنسبه لي ان انا اصلي ال5 فروض في وقتهم ده موضوع لسه تقيل سيكا، بس مش زي اللي ما بصليش اصلا، فاهم؟ فدي بقت حاجه يعني زي ما تقول وصلنا للصفر بتاعها. مهما نزلت مش هعرف انزل عن حد معين، ممكن انزل عنه طبعا، بس مهما انا اللي هو في الطبيعي بتاعي مش هنزل عن كده. انا وصلت للطبيعي بتاعي، فاهم؟ فانت شوف في حاجات انت مثلا ممكن تكون مقصر في حاجات كتير، بس الجيم لسه بتروحه، فاهم؟ فده الطبيعي بتاعك في الجيم. ففاكس تفكس الجيم، مش تفكس الجيم، هتزود عليه بقى الحاجه اللي بقول لك عليها، اللي هي الزياده اللي انت مش حاسس نفسك مش قادر تعملها خالص. تمام. ان هو مثلا لو انت خلاص هتنزل جيم كل يوم هتظبط الدنيا. انا فاكر انا بعمل العادات اللي هي لسه بعملها. انا حاليا في 55 ضغط، 55 بطن، و55 او 70 سكوات، و10 دقايق برضو لسه زي ما هم في بطولة نط الحبل. الموضوع ده الحوار ال4 عادات دول بتنمي عندك حاجة اسمها ايه؟ في حاجة سمعتها في بودكاست اجنبي تقول لك في حتتين في المخ، دول كل ما تعمل حاجة انت مش عايز تعملها بيكبروا. فحرفيا حرفيا اللي انت تعمل حاجة انت مش عايز تعملها ده انت بتكبر عضلة الانضباط. عضلة الانضباط بتاعتك بتزيد زي الباي، زيها زي التراي، زي القصة دي كلها. فهي نفس الفكرة بتاعت الجيم. فبهذا المبدأ مش ينفع انت كنت بتنزل تتمرن لي 7 زوايا، تمام، وتروح مرة واحدة قطعت الجيم، قعدت شهر في القاطع. اقل حاجة انا بتكلم اللي هو في ناس بتقطع سنة اكتر من كده، انا قطعت اكتر من فترة كنت بقطع سنة وسنتين عادي. مش ينفع ترجع تلعب ال7 زوايا تاني زي ما هم بنفس التمرينه بنفس الشده اللي انت كنت متعود عليها. ده اسمه هطل. تمام. اي حد يفكر في كده طبعا يبقى عبيط. واي حد يقول لك انا بعمل رحت لعبت شلت ال100 اتصبت قعدت شهرين في البيت فرجعت انتقم من ال100 اللي شلتها 120، ده بني ادم عبيط صح؟ ما ينفعش نعمل كده. هتعمل ايه؟ لازم ترجع تبدا مش صفر، الصفر بتاعك الجديد. انت اول ما كنت بدات الجيم خالص كنت بتلعب بالبار فاضي، العب بال5 عادي ومش عيب. واقسم بالله ما فيها حاجه يا جدعان. انا ليه اللي الكبر بتاعك والايجو بتاعك انا لازم اشيل ال20 هنا و20 هنا؟ اقل حاجه بغير كده بمرة
لا يا صاحبي مش بتمشي كده عادي، صدقني ما بتمشيش كده، او ما بتمشيش كده ليك عادي. انت نزلت علي نفسك تاني وهتطلع احلى من الاول. انا بقول لك والله دلوقتي انا بوصل ارقام في الجيم ما كنتش بقدر اكسرها في الاول. تمام. دلوقتي في الاسبوع اللي انا حسيت فيه الدنيا، تخيل ده كله من اسبوع وانا كنت مبطل الجيم. فالحوار مش عارف، هو رزق من عند ربنا قبل كل حاجه، بس بقول لك رجعت احلى من الاول في اسبوع. ممكن واحد تقعد في شهر، ممكن تقعد شهرين عادي. شوفوا ده الطبيعي بتاعك وعلي عليه. تمام. هحط لك لينك بتاع اللي هو التمارين العادات الاربعه دول. انت بتختار التمارين بتاعتك، تختار انت تقدر تعمل ايه وتعمله، وترص الاربعه. وهو هيفكرك بيهم كل 4 ايام، كل يوم هيفكرك كل 24 ساعه، ولازم تعملها كل 24 ساعه. لو مش عملتهم مرتين ورا بعض التطبيق بيترستر، بتوصل للصفر، تبدا كل حاجه من الاول تاني. لو انت دخلت التطبيق وجربته، في دانجنز وفي العاب وبيديك جوائز هبله كده، العاب ملهاش اي 30 لازمه بالنسبه لي. ما بعملش الحاجات دي، انا بس بخش اعمل التاسكات بتاعتي واطلع. تمام. عشان بس لو دخلت لقيت الحاجات العبيطه دي ما تقولش ان انا رشحت لك حاجه عبيطه، هي بجد اللي استخدمت الميزه الحلوه اللي فيها. ومستقبلا باذن الله ده الهدف بتاعي دلوقتي، ان انا اعمل تطبيق لينا ويديك مثلا جايزه ان انت تاخد، تقدر تحدد اليوم الراحه بتاعك. في ايام راحه في التطبيق ده، تقدر تحدد اليوم الراحه بتاعك بعد ما توصل لحد معين. تقدر تغير اللون بتاع اسمك، تقدر يبقى في بادج جنب اسمك، حاجات عشان انت اصلا بعد كده هتخش مع صحابك، هتخش في السيرفر بتاعنا واللي هو كلهم ناس بتنافسك. تمام. عشان تحس بالمنافسه، ودي اكتر حاجه فعلا بتاثر على البني ادم. التغيير رقم واحد بيبدا بالبيئه. تمام. فانت هتغير البيئه. انت هتسالني دلوقتي ازاي بغير البيئه وانا ما هتحركش من مكاني ولسه قاعد في بيتي ولسه ابويا بيشتمني؟ لا، ما بتبقاش كده. عارف انت لما تكون ماسك تليفون جنب حد ويقول لك خليك معايا، انت ما بتبقاش معاه بدماغك، فاهم؟ فانا هساعدك على ده باذن الله. وبفضل الكوميونتي اللي احنا عملناه بتاع الديسكورد، تخش مجاني كل حاجه ببلاش. طبعا لو انت عايز الحاجات الاساسيه اللي احنا بنقدمها، الخدمات المهمه، لازم تدفع مبلغ بسيط. وده بس عشان افلتر الناس الجد اللي مش جد. فبعد ما تيجي هنخش بننظم رحلات. لو انا مثلا ممكن مثلا لو انت عملت حاجه معينه في التطبيق، اللي انت وصلت لسكور معين او ستريك معين، اوديك اليوم كامل معانا ببلاش. نروح نركب خيل، نعمل حاجه، وده تبقى جايزتك. تخيل انت بتعمل حاجه، بتعمل مجهود بدني، وانا اللي بكافئك من معايا. فتبقى حاجه جميله جدا. وان شاء الله التطبيق ذات نفسه يبقى ببلاش، مع شويه امتيازات مدفوعه للي عايز يدفع، واللي عايز طبعا يدعم الفكره. وفي الدعم اللي شغال دلوقتي، لو انتوا عايزين اي حد عايز يدعم باي حاجه دلوقتي، ان احنا نكبر الموضوع ده وتشتغل فيه فعليا. في حاجات كتيره جدا عايزه تتعمل الفتره الجايه، في يو اي وفي يو اكس وفي فرونت اند وباك اند، وحوار كبير قوي. والباك اند لوحده اصلا كود كبير، وعايز الجوريزمز، واحط ذكاء صناعي، واحط اي اي كده بيتراك الحركه بتاعتك. لما تعمل كده يعد لك اللي انت عملت واحده سكواد، فاهم؟ فانا هحط لك كده في كل التمارين. الموضوع ده اصلا ده لوحده هو موجود وهعرف اعمله، بس هيبقى كلف وقت كتير جدا ومجهود. فالفلوس طبعا هتسهل الموضوع ده في اي ناس، يعني في اي حاجه في الدنيا الفلوس هتسهل الدنيا. فعشان ايه نكون على نور، وبقول لك اللي هيحصل الفتره الجايه. بس حاليا رغيت معاك كتير، خلينا في التطبيق اللي موجود دلوقتي ده بتاع الدنجنز والالعاب الهبله دي. سيبك منه، بس ركز بس في الحته اللي بقول لك عليها. انت تحط التاسكات بتاعتك وتتابع مع نفسك كده، وتعلم على نفسك. وهو بعلي لك وبحط لك في يوم براحه بتعمل فيه ستريتشات، بس انت تعمل ستريتشات زي بتوع الكوره، هي دي. والكوات كده، يعني حاجات بسيطه يعني خالص، يعني فاهم؟ دي الستريتشات بتاعت التطبيق ليوم الراحه. هو بيحطها لك كده تلقائي لوحده، وبيشوفك انت تعبت خلاص خد اليوم ده راحه. فهو بيبقى يوم او يومين في الاسبوع، مش خدت بالي لغايه دلوقتي يعني. فبس دي كل حاجه تقدر تعملها ملخص الكلام. شوف لك عاده واحده زودها، وبعد اسبوع لقيت نفسك مسيطر الدنيا تمام، زود حاجه كمان في نفس الجنس. يعني ايه نفس الجنس؟ دلوقتي حطيت 10 ضغط و10 سكواد و10 سيت اب او بط، تمام. خليهم ايه، زود واحده كمان اللي هم ال10 دقائق نط الحبل اللي بقول لك عليهم، فاهمني؟ تبقى حاجه جميله جدا ليك من نفس الجنس. ليه مش ما تجربش حاجه تانية؟ عشان لو انا قلت لك زود لي 10 دقائق نط حبل من نفس التمرين اللي انت تعملها الخفيفه، اللي هم 10 ضغط و10 مش عارف ايه، ده هتسهل عليك. عشان انت لما تعمل 10 ضغط هتكون اسهل عليك اللي انت تقوم وتفوت، فاهم؟ بدل ما اقول لك اللي انت تفسد دماغك خالص وتقعد تفتح كتاب وتقعد تقرا، فاهم؟ فبعد ما تسيطر من التمارين دي وتظبط نفسك،
خش على حاجه تانية من جنس اخر، لو انت تقرا كتاب او تعمل حاجه نفسك تعملها او ترجع للورد تاني ان شاء الله، او تظبط نفسك. بس كده انا خلصت، اتكلمت بسرعه انا عارف، عشان انا عارف ان الناس النهارده بتشغل فيديو على اتنين، انا مش عايز تشغله على اتنين. ليه؟ عشان الخوارزميات ما بتحبش كده، وانا عايز بسرعه نكبر، عايزين نعمل شغل فاجر 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 الفتره الجايه، وان شاء الله ده هيتكرر، وان شاء الله نعمل حاجه عظيمه. يلا بوي.